هذه سيناريوهات مصير آلاف الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف وإدانة زوجة بونغو وابنه بالسجن 20 عاما. والضرائب أيضا تفحص ملفات تسليم للنفس. والحكومة تطلق من الرشيدية نظام الدعم الجديد للمقاولات الصغيرة والمتوسطة وأخنوش ودعم المقاولات الصغرى. متابعينا الكرام، حتى لا تفوتكم أخبارنا العاجلة، رجاء لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك فيها وتفعلوا زر الجرس. وإليكم التفاصيل الكاملة. تطورات كبرى على أرض الواقع وتقال لأول مرة، وهذه سيناريوهات مصير آلاف الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف. رجح مجلس الأمن الدولي كفة المغرب أمام جبهة البوليساريو في ملف نزاع الصحراء الذي دام زهاء نصف قرن كامل، وذلك ممتدا من سنة 1975 إلى غاية 31 من أكتوبر 25 تاريخ تصويت المجلس، من خلال تأييد الحكم الذاتي المغربي ليكون الحل الواقعي لكل تسوية لهذا النزاع الإقليمي. ويطرح القرار الأممي الجديد المتعلق بدعم خطة الحكم الذاتي لمناطق الصحراء تحت سيادة المغرب سؤالا جوهريا بخصوص مستقبل ومصير آلاف السكان الصحراويين الذين يناهز عددهم 175 ألفا بحسب المفوضية العليا للاجئين التي تم الحديث عنها في الفترة الأخيرة، ويقيمون في مخيمات تندوف الواقع على الأراضي الجزائرية والقريبة من الحدود المغربية. ويترقب الصحراويون في مخيمات تندوف مصيرهم، خصوصا في مرحلة ما بعد قرار مجلس الأمن بالدعوة إلى المفاوضات بين أطراف النزاع على أساس المخطط المغربي الخاص بالحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية. وبإعلان مجلس الأمن الدولي في 31 من أكتوبر 25 دعم مخطط الحكم الذاتي الذي ينال أيضا موافقة أغلب دول الاتحاد الأوروبي، يكون ملف نزاع الصحراء قد قطع 50 سنة بالتمام والكمال، تخللتها خلافات ونزاعات وقرارات أممية وأحداث كثيرة بين المغرب والجبهة المطالبة بانفصال الصحراء عن سيادة المملكة. محمد بن طلحة الدكالي أستاذ العلاقات الدولية استحضر أبرز مسارات هذا الملف الشائك، ومن ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 من أكتوبر 75 الذي يعترف بروابط الولاء للقبائل الصحراوية للمملكة المغربية. وفي 6 من نوفمبر 1975 يقول الدكالي: نظم الملك الراحل الحسن الثاني مسيرة خضراء شارك فيها أزيد من 350 ألف مغربي توجهوا إلى الصحراء، ما أجبر إسبانيا البلد المستعمر على التفاوض مع المملكة جراء ضغط دولي إقليمي أنهى الاحتلال الإسباني. وأضاف المحلل السياسي ذاته أنه في 14 من نوفمبر 75 تم توقيع اتفاقية مدريد مع المغرب وموريتانيا لتقسيم الإقليم داريا، غير أن البوليساريو المدعومة من الجزائر وليبيا رفضت هذا الاتفاق، وأيضا مراهنة على مجموعة من ذوي الأصول الصحراوية الذين أيضا ولدوا كلهم في الأراضي المغربية وكانوا يدرسون بالجامعات المغربية، وكانوا قد شكلوا فصيلا طلابيا من أجل تحرير الصحراء المغربية من المستعمر الأسباني وبالتالي الرجوع إلى المغرب. وتابع بن طلحة قائلا في 26 من فبراير 76: أعلنت البوليساريو قيام الجمهورية الصحراوية في تندوف على الأراضي الجزائرية مع تعزيز دعم الجزائر وليبيا لها، بينما أيضا وبشكل أوضح عمد المغرب إلى تشييد جدار دفاعي رملي بالصحراء بين سنتي 81 و 87 ليسيطر بذلك على 80% من أقاليم الصحراء. وبعد تدخلات وتوافقات دولية، أقر مجلس الأمن الدولي في سبتمبر 91 وقف إطلاق النار، وأحدث بعثة أممية لمراقبة هذا الموقف المينورسو، وأيضا لمحاولة تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء، لكن هذا الاستفتاء تأجل بسبب خلافات حول أصول الناخبين. وفي هذا الصدد سجل بن طلحة الدكالي أن البوليساريو حشدت لهذا الغرض الكثير من سكان الجزائر ولاجئي موريتانيا ومالي وتشاد، بينما العدد الأصلي للسكان الصحراويين تضاءل إلى حد كبير، وهذا ما جعل المغرب يدعو إلى ضرورة إحصاء السكان في مخيمات تندوف. لكن الجزائر وحركة البوليساريو ما زال يصران على رفض إجراء أي إحصاء أممي. وتابع المتحدث أيضا كرونولوجيا الأحداث موردا: في سنة 2007 قدم المغرب مبادرة الحكم الذاتي كحل وسط مع الحفاظ على السيادة المغربية بشكل تام وكبير، وهي خطة اعتبرها مجلس الأمن الدولي ذات مصداقية في قرارات لاحقة، وأيضا أعلن عنها بشكل كامل.
وفي سنتي 2018 و2019 عرف النزاع عقد جولات من الموائد المستديرة بمشاركة الجزائر وموريتانيا والبوليساريو والمغرب، غيرها أنها أيضا آلت إلى الفشل. وذكر بن طلحة أنه في 13 من نوفمبر 2020 انهار وقف إطلاق النار، حيث أعلنت البوليساريو انهيار الاتفاق بعد فتح المغرب ممرا تجاريا في الكركرات على الحدود مع موريتانيا، مما أدى لتصعيد إقليمي وقطع الجزائر العلاقات مع المغرب، لا أنها اعتبرت ذلك مسا بأمنها الإقليمي وعمقها الاستراتيجي. وعملت الدبلوماسية المغربية يسترسل الأستاذ الجامعي بكل السبل على ترسيخ مبادرة الحكم الذاتي انطلاقا من تجارب دولية مقارنة، فتجاوبت العديد من الدول بلغ عددها أكثر من 120 مع المخطط المغربي، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، بينما فتحت بعضها قنصليات في الصحراء. وزاد بن طلحة أن أهم منعطف عرفه ملف الصحراء هو اعتراف واشنطن الصريح بسيادة المغرب على الصحراء في سنة 2020، قبل أن يشهد هذا الملف دينامية لافتة اتسمت بارتفاع عدد البلدان التي دعمت الحكم الذاتي، وأن يتوج مجلس الأمن الدولي هذا أو هذه السيرورة أو ما نسميها السيرورة بقراره الأخير. وأيضا لا يقتصر قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بدعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء على إعادة رسم ملامح الحل السياسي للنزاع، بل يفتح أيضا بابا جديدا أمام مصير آلاف الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف. في هذا السياق قال هشام معتضد باحث في العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية إن مجلس الأمن عبر تبنيه خيار الحكم الذاتي كإطار وحيد وواقعي أسقط عمليا مطلب الانفصال، وأعاد تعريف المخيمات كفضاءات مؤقتة ينبغي أن تنتهي وظيفتها التاريخية. فالقرار رغم طابعه الدبلوماسي يتضمن رسالة ضمنية مفادها أن استمرار الوضع الإنساني في تندوف أصبح غير قابل للتبرير، وأن المجتمع الدولي لم يعد يرى فيه سوى مأساة إنسانية مفتوحة على الفوضى. وقد بسط معتضد 3 سيناريوهات بشأن مصير آلاف الصحراويين في مخيمات تندوف. السيناريو الأول وهو الأقرب للواقعية يتمثل في فتح قنوات تنسيق أممية مغربية لإعادة إدماج الراغبين في العودة ضمن إطار إنساني منظم يضمن كرامتهم وحقوقهم. هذا السيناريو وفق المحلل ذاته يجد قوته أيضا أو قوته في دينامية الانفتاح التي عبر عنها العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطابه الذي ألقاه مباشرة بعد قرار مجلس الأمن، حين دعا إلى عودة الصحراويين إلى وطنهم ضمن مبادرة الحكم الذاتي. وهنا أيضا يمكن للأمم المتحدة أن تلعب دور الضامن التقني واللوجستي لهذه العودة. متابعينا الكرام، حتى لا تفوتكم أخبارنا العاجلة، رجاء لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك فيها وتفعلوا زر الجرس. دمتم في رعاية الله في رعاية الله وحفظه وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.